كلنا بنعرف عن الحساسية تجاه أنواع معينة من الغذاء، بس ما نعرفش يعني إيه عدم تحمل أنواع معينة منه. طب إيه هو عدم تحمل الغذاء؟ عدم تحمل الغذاء بيظهر في صورة تهيؤ الجسم، استيائه واضطرابه من أنواع معينة من الأكل، ومش سهل إننا نلاحظ الأعراض، خصوصا إنها بتطلع بعد وقت أطول من الأعراض اللي بنشوفها من الحساسية التقليدية. تقريبا كل واحد من 2 بيعانوا من المشكلة دي، ومعظمهم مش بيعرفوا يفرقوا إنهم بيعانوا منها وبياخدوا أدوية مش مناسبة لحالتهم. كل اللي محتاجه إنك تعمل فحص البصمة الغذائية، وهو اللي بيكتشف إذا كان في أنواع أكل معينة بتسبب لك عدم تحمل غذائي، واللي ممكن يكون أعراضه صداع نصفي، نفخة بطن ومغص، إمساك، إسهال، مشاكل بالقولون، إرهاق مستمر، اكتئاب، التهاب بالجلد وحكة، ألم المفاصل، صعوبة في إنقاص الوزن. لو كنت بتحس بالأعراض دي ومش بتتحسن، اعمل فحص البصمة الغذائية على 216 نوع أكل في مستشفى 57 357. كمان في تحليل حساسية الطعام ضد 20 نوع أكل مختلف، وحساسية الطعام مختلفة عن عدم تحمل الطعام لأن أعراضها بتظهر على طول بعد الأكل. ده غير تحليل حساسية الحليب والمستنشقات، وتحليل حساسية الجلد تجاه 54 عنصر. هتاخد النتيجة بعد 4 أيام، ومع النتيجة هتاخد تقرير مفصل وتروح بيه للطبيب المختص. انت مش بس هتحلل، قيمة التحليل بالكامل هتروح لعلاج أطفالنا في 57 357، وهنتوسع أكتر ونساعد أطفال أكتر إنهم يخفوا. يعني هتحلل وتتبرع، احنا قربنا لك المسافة وبسطنا لك السعر. حلل، اطمن، اتبرع، شارك في الخير. للاستفسار اتصل ب 19 057 أو زور موقعنا الإلكتروني www.57357.org. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.